السمنة مش ضعف إرادة، هو ده اللي أنا عايزه يوصل لك. السمنة ناتجة عن مشاكل ممكن تكون هرمونية، ممكن تكون نفسية، ممكن تكون عضوية، ممكن تكون مشاكل كتير متجمعة مع بعض. عشان كده مريض السمنة هو مريض حقيقي، مش مجرد إن هو عنده ضعف إرادة. مريض السمنة محتاج إن هو يتعالج بشكل مظبوط. لو عنده مشاكل هرمونية نعالجها، لو عنده مشاكل نفسية نعالجها، لو عنده مشاكل عضوية نعالجها. نقدر نعمل ده عن طريق تيم كامل يعالج القصة دي مع بعض. في حالة إن إحنا فشلنا إن إحنا نوصل لوزن معقول لمريض السمنة بحيث إن هو يتجنب الأمراض الناتجة عن السمنة، نقدر نلجأ للتدخل الجراحي، ودي الحالة الوحيدة اللي نقدر نلجأ فيها للتدخل الجراحي. يعني مريض السمنة لازم الأول يتعرف إيه سبب السمنة، إن كان في سبب واضح ونبدأ نعالجه. لازم نستنفذ كل الطرق التانية زي طرق الأدوية وطرق الدايت وكل الطرق المتعارف عليها في نزول الوزن. لو ما قدرناش نعمل ده يبقى هنلجأ للتدخل الجراحي، لأن ساعتها التدخل الجراحي هيبقى منقذ لمريض السمنة ده، وهيقدر يطلع بيه من مرض السمنة ويقدر يعيش حياته بعد كده بشكل طبيعي من غير أمراض. عشان كده لو عندك الوزن زيادة ومش قادر تنزل بالطرق التقليدية، ابعت لنا رسالة على الواتساب فيها كل تفاصيلك الوزن والسن، واحنا هنقدر نساعدك.